ويلكم باللايف تبع الليلة. اوكي، نحن الليلة هيدا اللايف عم بعمله انا كل اربع على الساعة 6:30 المساء توقيت بيروت، تأحكي عن 7 علاجات لمحفظة مليانة. وهدول العلاجات جايبتهم من اول كتاب بيحكي عن الفاينانشال education اللي هو The Richest Man in Babylon. وهيدا الكتاب كتب بال 1926، يعني published in 1926، يعني كنت تقولوا كتب بال 24 26 25. اوكي، هو اقدم كتاب بيحكي عن الثقافه الماليه. نحن اوريدي الاسابيع اللي قبل حكينا عن 5 علاجات. اوكي، حكينا اول علاج انه الواحد لازم المراه تحط 10% من مدخولها على جنب pay herself first. تاني علاج لمحفظة مليانة هي الميزانية، هي تتحكم بمصروفها مش العكس. وثالث علاج هي انه تخلي مصرياتها توظف مصرياتها تيجيبوا لها مصاري. رابع علاج حماية الأموال، يعني حماية أرباحها وحماية رأس مالها. وخامس علاج هي إذا لازم تشتري بيت إيه أم لا. كيف بدي أقول removing a misconception a misbelief، كيف بدي أقول يعني طريقة تفكير منا غلط بس منا الحقيقة الكاملة، اللي هي إذا الواحد لازم يشتري بيت إيه أم لا، والبيت بهدف استثمار إيه أم لا، هو أفضل طريقة ولا في غير طرق. واللي حكيناهم باللايفات اللي قبل. اليوم اللايف اللي حنحكي عنه العلاج السادس هي انه الوحدة لازم تأمن مستقبلها. يعني في سؤال لازم تسأليه لحالك، هو إذا اليوم أنت قررت توقفي الشغل لسبب من الأسباب، مسافرة، ما بقى قادرة تشتغلي لظرف معين، أو الشركة خففت عدد الموظفين هلا مع الاي اي والخبريات كلها، رح يصير في داون سايزنج كثير ب 2026. اوكي، هل يا ترى تتغير كل حياتك، اللايف ستايل تبعك كله بينقلب فوقاني تحتاني، ببطل في مدخول؟ اذا الجواب ايه، هذا اللايف ضروري تخلصيه للاخر. اول شيء، نحن اليوم كنساء موظفات او عنا اصحاب مهن حره، عنا خططنا وعنا شغلنا وعنا الباشن والكارير تبعنا عم نبنيها، وهذا الشيء منه غلط، هذا الشيء كتير حلو. اليوم المرأة عندها استقلالية مالية، فينا نقول يعني هي بتطلع مصرياتها وبتصرفه مثل ما هي بدها، عندها الخيارات، هذا الشيء كتير حلو. بس الحقيقة انه هي بس معتمدة على مصدر دخل واحد، هون اول خطأ بالثقافة المالية. تاني خطأ، هي اليوم عم تشتغل، اليوم بعشريناتها بثلاثيناتها، بس حتضلها تعطي نفس الشغل بأربعيناتها أو بخمسيناتها؟ حتضلها تعطي نفس الشغل إذا صارت أم لولد؟ أكيد لا. اليوم المرأة بتشهد بحياتها كتير ترانسفورميشن بطريقة تفكيرها، ترانسفورميشن بجسمها، ترانسفورميشن بأحلامها وبطموحاتها وبالاسبيريشنز تبعها. المرأة عندها قدرة هائلة لتعمل ابجريد وابديت بشكل سريع. الوظيفة أو إذا كانت صاحبة عمل حر، يعني سيلف امبلويد، بحدها نوعا ما، بحد لها مدخولها، لانه هي بتكون حاطه حالها بهيدي البوكس ليميتد. بالوقت اللي بتطلع اوت اوف هير كومفورت زون، هون ببلش الجروث الحقيقي. ولانه هي مرة بطبيعتها هي she multiplies things، هي عندها الوفره بطبيعتها، هيك ربنا خلقنا، هيك نخلق اشياء، نخلق افكارنا، منولد افكار جديده، منولد مشاريع جديده، طاقات جديده. لانه المراه اليوم بطبيعتها وبكيانها فيها اليوم تجيب بيبي، هيدا الشيء عندها اياه هالقدره بكيانها الجسدي، فكمان بكيانها الروحاني، بكيان طاقتها هي فيها تولد افكار كمان. فليش بدها تحط حالها بوظيفة وتقول هيدي هي الوظيفة وبضلني على مصدر دخل واحد من هلا ليصير عمري 65؟ ما هو هيدا الوظيفة 65، وبعدين إذا عطوني تعويض مع الانفليشن ما بعرف قد ايه رح يغطي لك ورح يأمن لك مستوى حياة انت بتطمحي له. اوكي، او
إذا معيش تقاعدي مثل موظفين الدولة اليوم بلبنان، صار معيش التقاعد تبعهم بدل $2000 $400 من وراء التدهور الاقتصادي. يعني مختصر مفيد، انت اليوم عم تشتغلي، بدك تبلشي تفكري كيف تأمني مستقبلك المالي. طب شو هن الخيارات؟ لنقول انت متفقة معي بهيدي الفكرة، بس بدك تعرفي شو هن الخيارات. اليوم ما بدنا نحرق كل شيء عنا اياه من ايدينا، يعني ما بدي انا اوقف اقول الوظيفة ما بقى بتناسبني وبفل بحرق كل شيء، او خلص بدي اتجوز وجيب بيبي بترك شغلي وبركز بس. ما يعني مش الامور هالقد اكستريم وراديكال، فيها الامور تكون مبسطه بخطوات جدا بسيطه وهينه، فيك انت تدمجيها بحياتك اليوميه بلا ما تكوني تخليتي لا عن شغلك الحالي ان كنت فول تايم امبلوي او فول تايم سيلف امبلويد، ولا تكوني بعدتي عن عائلتك بطريقه او باخرى. في انت وبحياتك بالسيستم للي مركبتيه بلشي تعملي خطوات بسيطه تتبني اموالك ضمن خطه واضحه، ضمن اداره مخاطر واضحه. بشدد كتير على كلمه اداره مخاطر، لانه الناس بس نقول اسواق ماليه بتجي جمله هيك غريبه عجيبه، ما بعرف من وين جاي الروت تبعها، من اهالينا اهل اهالينا، انه اسواق ماليه بتخسروا كل مصرياتكم. مش انه بتخسروا مصاري، بتخسروا كل شيء. هيك يعني راديكاليه هالقد خاليه من الحقيقه، من هلا عم لكم اياها. اوكي، فلا منبلش بخطوات بسيطه، خطه ماليه، اداره مخاطر. اوكي، ومنبلش نبني شوي شوي. بالوقت اللي انت عم تتعلمي وعم تبني شوي شوي، انت طاقاتك وفهمك وعلمك بهيدي الماده رح يتوسع ورح يتفتح. بس يتوسع ويتفتح شو بصير؟ بتزيد طاقة الاستقبال، بتصيري تستقبلي أموال أكتر، بتتغير حياتك. ليش؟ لأنه غيرتي تفكيرك. بس يتغير تفكيرك بتغير كل شي حواليك، بتتغير حياتك. فكيف أنت قررت تغيري تفكيرك من ناحية الأموال؟ تفقري أو بتغني إذا طورتيها. معادلة بسيطة. إذا اليوم أنت وقفت قلتي ميرسي على الوظيفة عم بتجيب لي مدخول، بس أنا اليوم بدي أفكر 10 سنين لقدام، 20 سنة لقدام، ضلني بنفس الشيء نفس الوظيفة. بس أنا اليوم حطيت طاقاتي وجيت استثمرت بحالي، وهيدا أكبر علامة حب للذات، سيلف لاف اكستريم، يعني العالي لما تستثمري بحالك، تركزي على حالك أنت بهيدي الثقافة، تقولي أنا بدي سقف حالي ماليا اليوم لأني قادرة، لأنه حابة، لأنه فهماني أهميتها لحالي. يعني my future self will be grateful for me. اوكي، وتبلشي بخطوات بسيطة. where you focus you expand، يعني هي ما بدها فلسفة. plus 1 font 2. where you focus you will expand. بس الهدف انك تبلشي تاخدي هيدي الخطوة، لانه اذا رح تكملي نفس الشيء بالاشياء ذاتها 6 سنين من بعد اليوم ما رح يتغير شيء، رح تضل الامور نفس الشيء. بس اذا بلشتي بخطوات بسيطة تغيري you will expand. فإذا أنت اليوم قررت أو مقررة جاهزة، بس بدك هيدي الدفشة، هيك دفشة صديقة إذا بدك تقولي، دفشة صديقة، إنه شو بدي أعمل إليان أنا إذا بحب شغلي بس ما بدي أتكل على مصدر دخل واحد، وبعد 5 سنين أو 10 سنين من هلأ ما بدي أكون عم بشتغل نفس الشغل لأنه بشوف حالي بغير محل وحقك. كيف فيي بلش؟ شو فيي أعمل؟ تواصلي معي، اكتبيلي future self وانا رح اتواصل معك تقلي كيف فيك تبلشي، لانه انا قبل منك بلشت هيدي الخبريه بأسوأ وقت، بالوقت للي ما كانت الامور peaceful، بالوقت للي ما كانت الامور فيها وضوح، بالوقت للي ما كانت الثقافه الماليه اخذي هالقد ضجه. بلشت وقت الانهيار الاقتصادي، لما المعاشة ما كانت $3000، لما المعاشة صار $200، لما المعاشة صار كل شهر شي بين لبناني ودولار وصيرفة، والسيركولرز تبع البي دي ال اللي كانوا يطلعون، يعني حتى ما كنت اعرف اخر الشهر شو بدي اقبض. وبعدين وطولنا نحن تيرجعوا يعطونا دولار، ويعطونا وقتها اول شي $200 حد معاش اللبناني $200. وكنا يعني كنت انا بمصرف كتير منيح مع الموظفين. he was very good with the employees.
يعني غير بانكس كنت نحكي، بتعرف نحن موظفين البنوك نحكي مع بعض كتير، شو عملوا عندكم؟ شو زبطوا لكم الوضع؟ شو عم بيعملوا كذا الى اخره. كنت انا كتير منيحه بالنسبه لغيري، كنت بلشت طريقي وما كانت واضحه وكان فيها كتير صعوبات، وكنت عم بقطع بمرحله كتير صعبه بحياتي، كنت كمان موجوعه ومتضايقه وشايفه الدنيا سوداء، وقررت بلش مثل ما انا. وبعد سنه تركت شغلي gracefully بامان وبسلام. فما تستخفي ابدا بالخطوات البسيطه والصغيره، بس قرري، لانه اليوم ضروري، مش it's not a luxury it's a necessity، تأمني مستقبلك كرمال. I hope انه تكوني استفدتي من هيدا اللايف، واذا عن جد حبيتيه ولمسيك شاركيه مع رفقاتك يلي كمان عندهم علامات استفهام كيف بدهم يأمنوا مستقبلهم المالي لبعدين. بشوفك الاسبوع الجاي بلايف تاني.